عمرك حسيت إن صاحبك اللي بتقابله كل يوم تصرفاته غريبة؟ وفجأة بعد ما كان طيب وغلبان بقى عصبي واتغير 180 درجة. خد بالك منه كويس قوي، لأنك في الآخر هتكتشف إنه مش بني آدم زينا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر. ربنا يجعله عيد سعيد علينا وعليكم وعلى كل الأمة العربية. إن شاء الله في حلقة النهاردة وفي حلقة يوم الاثنين، يعني ميعادنا الثابت. هات الشاي بتاعك والكحك ويلا بينا. كان ليا 3 صحاب اتعرفت عليهم لما دخلت الجامعة. واحد اسمه هشام، وواحد اسمه إبراهيم، وواحد اسمه محمود. احنا الأربعة اتعرفنا على بعض من أول يوم دخلنا فيه الجامعة، وكل سنة الصحوبية دي كانت بتزيد أكتر وأكتر. وكنا في الجامعة عاملين زي الشلة كده، يعني زمايلنا كلهم عارفين إننا إيد واحدة ومع بعض في أي حاجة، خناقات، مشاكل، مذاكرة، أي حاجة احنا مع بعض على طول. المشكلة الوحيدة اللي كانت بينا إن كان كل واحد فينا ساكن في حتة بعيدة عن التاني، فده كان بيخلي موضوع إننا يعني نتقابل كتير ونخرج مع بعض صعب شوية. بس وبالرغم من كل ده كنا بنتقابل دايما في نهاية الأسبوع، ومن ساعة ما عرفنا بعض وإحنا لا يمكن نفوت المقابلة الأسبوعية دي. بس طبعا لما عدت سنتين والمواد بتاعة الجامعة بقت صعبة والامتحانات بقت بهدلة وكل سنة بتكون أصعب من اللي قبلها، فبدأنا نهتم بالمذاكرة، وبقت مقابلاتنا كلها عشان نذاكر مع بعض، ويا إما حد فينا بيجمعنا عنده يا إما بنروح نتقابل في أي مكان ونقعد نذاكر، لأن إحنا كنا عيال دحيحة وبنحب المذاكرة أوي. زميلنا بقى اللي اسمه محمود ده كان ساكن بعيد عننا جدا، وكان مشواره طويل قوي للجامعة، يعني ممكن الطريق بينه وبين الجامعة ياخد من ساعة لساعة ونص. المهم إن محمود ده فكر إنه يأجر شقة قريبة من الجامعة بحيث إن الإيجار يكون قصاد المواصلات اللي هو بيدفعها. فعلا كانت فكرة حلوة جدا وكلنا شجعناه عليها، وبدأ يدور لحد ما لقى حاجة كويسة جدا، حاجة إيجارها حلو، بس طبعا ما كانتش مفروشة، يعني كانت شقة فاضية خالص على البلاط. المفروض إن هو يجيب فرش عشان يعرف يقعد فيها، هو مش فرش بالمعنى الحرفي يعني، بس على الأقل هيجيب سرير عشان يعرف ينام، ما هو مش معقول هينام على الأرض. المهم إنه استلم الشقة وراح اشترى سرير ودولاب وترابيزة صغيرة كده عشان يقعد يذاكر عليها، وبعد ما ظبط أموره راح عازمنا في مرة عنده. وطبعا الظريف إن الشقة دي كانت قريبة جدا من الجامعة، 5 دقايق بالظبط وتبقى عنده، فبقينا نخلص يومنا ونقوم طالعين عليه على طول، وبعد ما نخلص يومنا نروح بالليل كل واحد على بيته، بس عمرنا ما بيتنا معاه. محمود ده كان شخص حبوب قوي وعشري كده، بس الشقة اللي أخدها كانت في عمارة قديمة وكانت متبهدلة من جوه على الآخر، وهو طبعا كان قاعد من غير عفش، يعني سرير وترابيزة وخلاص، فتخش تلاقي الشقة فاضية خالص، مفيش كراسي، مفيش مطبخ، وبيعمل كل حاجة على الأرض أو على الترابيزة الصغيرة اللي هو جايبها دي. طبعا فكرة إنك تكون جنب مكان دراستك دي حاجة حلوة قوي وبتوفر لك وقت جامد جدا، لأن محمود قبل الشقة دي كان بيضيع تقريبا ربع يومه في المواصلات. وهي القصة مش قصة وقت وبس، لا ده كمان المجهود والصحة اللي بيضيعوا في المشوار، إنك بترجع مهدود ومش قادر تعمل أي حاجة. فالشقة دي غيرت محمود تماما، يعني بعد ما أخدها بقى إنسان كسول جدا، مش نشيط زي الأول. الحاجة التانية إنه ما بقاش يحب يخرج معانا زي الأول غير بالعافية وطلوع الروح، ومع الوقت بدأ يتغير تماما وشخصيته ما بقتش زي الأول خالص، يعني بقى عصبي جدا، ما بيستحملش أي كلمة، وساعات نبقى عايزين نروح له يقول لنا إن هو مش موجود، تحس إن هو خلاص بقى عايز يستقل بنفسه ومش عايز لا أصحابه ولا غيره. هو للعلم محمود ده أنا كنت أقرب واحد ليه في الشلة قبل ما يتغير، يعني أقرب من إبراهيم وهشام، فكان دايما لما يتعامل معايا كنت بحس إن هو بيتعامل معايا بطريقة مختلفة تماما عن إبراهيم وهشام. حتى في المرحلة اللي حصل فيها التغيير دي كان برضه بيتعامل معايا كويس، يعني قعد فترة ما يجيش الجامعة، فترة طويلة، ممكن مثلا أسبوعين أو 3، ودي طبعا تعتبر فترة طويلة جدا. المهم إنه اختفى ومحدش عارف عنه حاجة، وطبعا في الوقت ده ما كانش فيه موبايلات، ففكرت أروح له وأطمن عليه، ورحت مخلص اليوم في الجامعة وطلعت على بيته. وطبعا رحت لوحدي، لأن لما كان أي حد من الزملاء يحاول يزوره يعمل معاه حركة الزيارة اللي على غفلة دي، يطب عليه كده، كان يتخانق معاه جامد قوي وممكن يطرده كمان. ولكن بالنسبة لي أنا كان في معزة خاصة بيني وبينه، فأنا كنت متأكد إن لو رحت وخبطت عليه هيرحب بيا ومش هيحصل أي حاجة. في اليوم ده طلعت من الجامعة الساعة 5 المغرب كده، ولأن الشقة قريبة قوي فأنا بالظبط 5 دقايق وبقيت تحت العمارة. بس في المرة دي حسيت إن العمارة شكلها غريب جدا، يعني لما تقارنها بالعمارات الموجودة في الشارع تحس إنها أقدم عمارة موجودة، ومن ناحية تانية لا يمكن تشوف فيها مثلا حد واقف في بلكونة ولا واقف في شباك، أو حتى حد خارج من العمارة ولا داخل، تحس إنها مهجورة. بس اللي كان بيخلي شكلها كويس بقى إن في تحتيها كشك سجاير، لكن البنت اللي واقفة في كشك السجاير ممكن تكون عندها 14-15 سنة كده، بس عينيها شكلها غريب جدا، عينيها ملونة بس شبه كده إيه
يعني لما تبص لها تحس انك بتبص لقطه مش طفله صغيره خالص. المهم رحت شاري من عندها كيسين شيبسي وشويه حلويات كده ورحت طالع لمحمود. كنت واخد معايا كل الملازم والمحاضرات بتاعت الايام اللي فاتته. ولما وصلت عند باب الشقه خبطت عليه، بس الظاهر كده ان هو مش موجود لاني خبطت عليه كتير جدا ما ردش عليا. بس الغريبه اني كنت سامع اصوات جوه الشقه، بس انا عارف ومتاكد تماما ان محمود مفيش حد بيقعد معاه لانه هو اصلا مقطوع من شجره، يعني ملوش لا اب ولا ام ولا اخوات ولا اي حاجه. وقبل الشقه كان عايش لوحده مع خالته، وخالته دي كانت عايشه في حته بعيده جدا، فعشان كده انا عارف انه مستحيل يكون معاه حد. المهم قعدت اخبط لحد ما زهقت، رحت واخد بعضي ونازل، ورحت سائل البنت بتاعت الكشك وقلت لها تعرفي محمود اللي ساكن في الدور الثالث؟ فلقيتها بتبص لي كده كانها عارفاه وبتعمل لي براسها كده يعني. فقلت لها انت ما شفتوش النهارده؟ فلقيتها بتقول لي هو على طول فوق وعمرنا ما شفناه بينزل تحت خالص. طبعا انا استغربت جدا وتوقعت ان هو موجود بس مش عايز يفتح لي، فرحت طالع تاني اعمل اخر محاوله. خبطت على الباب محدش فتح، بس كنت سامع نفس الاصوات وسامع حد بيتكلم جوه الشقه، بس مش عارف اميز هل هو ده صوت محمود ولا صوت حد تاني ولا بيتهيألي، لاني كنت سامع الصوت بوضوح جدا يعني. فقلت يمكن محمود جوه ومش عايز يفتح، فخلاص بقى مش هحرجه، ورحت واخد بعضي ونازل. بعد فتره بسيطه محمود ظهر في الجامعه، بس كان شكله مريب جدا، يعني ما سلمش علينا، دخل على المحاضره على طول، وبعد ما خلص راح ماشي حتى من غير ما يبص في وشوشنا. طبعا كان تصرف غريب جدا منه، وكلنا قعدنا نبص لبعض كده ولا تعليق. بس طبعا زعلنا جدا من التصرفات دي، خاصة ان محمود ده كان كويس جدا قبل كده، ويمكن كان احسن واحد فينا في شخصيته يعني كان هو دايما اللي بيصالحنا على بعض، ودايما هو اللي بيجمعنا زي الاخوات بالظبط. فكان موقفه غريب جدا، بس احنا ما سكتناش، قررنا نعرف ايه اللي فيها، ورحنا واخدين بعضينا ورايحين على بيته. لما وصلنا عند البيت مش عارف ليه حسيت ان هشام وابراهيم قلقانين، وقعدوا يبصوا على العمارة بنظرات كده فيها توتر، مع انهم كذا مرة زاروه، بس ما تفهمش المرة دي كان الاحساس غريب شوية، لدرجة ان ابراهيم ما رضيش يطلع معانا. ولما سألته ليه مش عايز تطلع لقيته مش عايز يرد، كان بيشاور بايديه كده ويعني كأنه مش مرتاح للمكان. ابراهيم ده بقى كان دايما هو اكتر واحد بيتخانق مع محمود، كنا اصحاب وحبايب وكل حاجة، بس هم دول الاتنين دول محمود وابراهيم كانوا بيتخانقوا دايما وبيختلفوا في الرأي، وعلى مواضيع هايفة كمان. المهم رحنا طالعين ومخبطين على الباب، والغريبة ان محمود فتح لنا، كان شكله عادي خالص، يعني لما كان في الجامعة كنت تحس كأنه هو مستعجل ووراه حاجة ومش عايز يكلم حد، لكن لما فتح لنا كان شكله طبيعي. سلمنا عليه وقلت له مالك يا ابني، احنا مزعلينك في حاجة؟ ما بتجيش ليه؟ فلقيته بيرد عليا كده بودودية وبحب وبنفس طريقته اللي متعودين عليها، ان هو كان تعبان شوية بس اليومين اللي فاتوا دول. بس وهو بيتكلم معانا لفت نظري حاجة غريبة جدا، كان في سجادة صلاة محطوطة في الصالة في نص الصالة، بس محطوطة بوضعية غريبة قوي، يعني محطوطة قدام باب الحمام بالظبط. أنا قلت عادي يمكن ده اتجاه القبلة، بس حسيت كده إني ما كنتش مرتاح. محمود سألنا على إبراهيم، فقلنا له إن هو واقف تحت ومش عايز يطلع، فراح طالع له من البلكونة ولقينا بينده عليه عشان يطلعه، ولكن إبراهيم قال له معلش خليها مرة تانية عشان أنا تعبان النهاردة. ولكن محمود زن عليه جامد قوي لحد ما خلاه يطلع. كانت قاعدة ظريفة جدا ورجعتنا الأيام ما كنا بنتقابل على طول، بس كان في شوية تصرفات من محمود غريبة جدا، يعني لقيناه بيقول لنا إنه عايز يلعب معانا ريست فجأة كده ونشوف مين هيغلب. كلنا طبعا استغربنا لأن محمود ده ما كانش له في العنف خالص، فدي حاجة يعني كانت غريبة منه. المهم إبراهيم وافق إنه يلعب، وفعلا راح جايب الترابيزة اللي عنده وبدأوا يلعبوا. محمود غلب إبراهيم بكل سهولة، مع إن إبراهيم ده كان جسمه جامد وبيتدرب وبيروح جيم على طول، وعلى العكس محمود جسمه هزيل جدا ورفيع كده ومفهوش نفس زي ما الناس بتقول. في المرة دي كان عنده قوة غير عادية، وكمان تحس إن بصة عينه فيها شر كده، مش هو محمود اللي احنا عرفناه خالص. المهم خلصنا قعدتنا ومشينا، واحنا في الطريق لقيت إبراهيم شكله غريب كده، شكله زعلان، فسألته مالك يا عم انت كمان، هو نقل لك النيجاتيف فايب اللي كانت عنده ولا ايه؟ فلقيته بيبص لي كده كأنه بيقول لي انت مش فاهم حاجة. نظراته كانت غريبة جدا ومريبة، فأنا قلت في بالي يمكن زعلان إن محمود غلبه في الريست مثلا، بس إيه العبط ده؟ لا طبعا أكيد في حاجة تانية مزعلاه. المهم كل واحد راح على بيته واتقابلنا تاني يوم في الجامعة. إحنا متعودين كل فترة إننا نروح جامعة تانية غير الجامعة بتاعتنا، كنا بنروح عشان نتعرف على ناس جديدة ويعني نغير جو. يعني اتفقنا كلنا إننا هنتقابل في محطة مترو معينة ونروح مع بعض. المفاجأة إن محمود لقيناه أول واحد واقف في محطة المترو دي اللي اتفقنا عليها. كان تصرف غريب جدا منه،
لأن أصلا إحنا ما قلنالوش، وإحنا ما قلنالوش ليه؟ على أساس إن هو بطل يخرج معانا أصلا، ما بقاش يهتم. طب عرف من إيه؟ من هنا بدأ القلق يدخل جوانا كلنا، لأن كمان تصرفاته كانت غريبة جدا في المشوار ده. يعني عمال يضحك بصوت عالي ويهزر بطريقة كده إحنا مش متعودين عليها. يعني كان بصراحة يوم غريب. وكمان إبراهيم كان على آخره من محمود، عايز يتخانق معاه بأي طريقة، وأنا وهشام كل شوية نهدي الجو. بس اليوم خلص وإبراهيم مستحلف لمحمود إنه يضربه. الغريبة بقى إن محمود كان عمال يستهزأ بيه على الآخر، ودي حاجة جديدة لانجة علينا، لأن محمود ده كان دايما بيبقى مسالم. إيه اللي جراله؟ الامتحانات قربت وبدأنا نتفق مع بعض هنتجمع فين عشان نذاكر، واتفاجئنا إن محمود عايزنا نخلي المذاكرة دايما تكون عنده. بدأنا نروح عنده كل يوم عادي ونفضل نذاكر لحد بالليل، وبعد ما نخلص نقوم مروحين. بس كان بيحصل حاجات غريبة جدا كل مرة. يعني نكون قاعدين بنذاكر عادي كده، نلاقي محمود يقوم عشان يصلي عادي خالص. ولكن اللي مش عادي إن لما كان حد مننا يقول له هصلي معاك يقول له لأ، صلي لوحدك. كانت حاجة غريبة جدا منه. يعني فيها إيه إني أصلي معاك؟ لا، ده كمان كان بيرفض إن أي حد يصلي في البيت عنده، وكان بيتعصب جدا ووشه يقعد يحمر ويزرق كده، تلاقي شكله بيتغير خالص. في مرة واحنا رايحين لقيت هشام بيقول لي حاجة غريبة جدا. بيقول لي إن محمود المرة اللي فاتت كان بيقول كلام مش مفهوم، والكلام ده كان بيقوله وهو واقف على سجادة الصلاة، وكمان كان بيبص علينا وهو بيقول الكلام ده. طبعا احنا كلنا كنا حاسين إن في حاجة غريبة، ومتأكدين إن ده مش محمود اللي احنا نعرفه، ده حد تاني خالص. المهم وصلنا عند محمود وقعدنا نذاكر، وبعد ما خلصنا اتفقنا نروح نتعشى في أي مكان. فكان في مطعم كده قريب من بيت محمود، وكنا متعودين دايما بنروح ناكل عنده يعني. وبعد الأكل محمود وهشام قعدوا يتكلموا مع بعض. لقيت فجأة إبراهيم جاي بيمسك في خناق محمود وقعد يضرب فيه. الناس اتلمت وحاولنا نفك بينهم بكل الطرق، لكن إبراهيم كان متعصب جدا وشايط، ومحمود عمال يتضرب وساكت، بس ولا نقطة دم بتنزل منه. يعني إبراهيم كان بيضربه بمنتهى القوة، لكن محمود ولا الهوا. حتى الناس اللي كانوا بيحوشوا بينهم كانوا مستغربين جدا منه، لأن كمان كان محمود شكله مخيف قوي. بعد اليوم ده إبراهيم قطع معانا كلنا تماما، وما بقاش يجي قعدات المذاكرة ولا بيجي الجامعة حتى. وأنا لما كنت أشوفه وأحاول أفهم منه هو عمل كده ليه، كان يقعد يقول لي ابعدوا عن محمود ده، محمود ده جواه شر يكفي العالم. الغريبة إن محمود كل ما كنا بنروح له كان بيكون ظريف جدا معانا، ومفيش أي حاجة بتحصل. لحد ما في مرة كنا رايحين نذاكر عنده حصلت حاجات غريبة جدا. كنا قاعدين بنذاكر عادي، أنا وهشام قاعدين على الأرض ومحمود في الحمام. لقينا سجادة الصلاة بتتحرك، بس بتتحرك بحركة مش واضحة كده، ولكن أنا وهشام خدنا بالنا منها وبصينا لبعض كده وكنا خايفين جدا. فرحنا منادين على محمود، وأول ما جه راح مرجع السجادة مكانها تاني. فهشام قال له على فكرة السجادة دي اتحركت. فراح باصص له كده بس بصة مقلقة جدا، وقال له هي مش بتتحرك ولا حاجة، انت اللي بيتهيألك. في اليوم ده خلصنا المذاكرة وروحنا، بس لما قابلت هشام تاني يوم قال لي إن إبراهيم مختفي وأهله مش لاقيين. واحد من إخوات إبراهيم هو اللي جاله البيت وقال له الكلام ده. مش عارف ليه حسيت إن محمود ليه يد في اختفاء إبراهيم. فخدت بعضي بعد الجامعة ورحت له. طبعا استغرب مني لما قلت له إن هو السبب يعني، وكان على وشه نظرات غريبة وكأنه يعني بيقول لي إنه مش هو. بس أنا ما كنتش مصدقه، وبدأت أحتد عليه في الكلام وأواجهه كل التصرفات الغريبة اللي كان بيعملها الفترة الأخيرة. السجادة، القوة اللي نزلت عليه مرة واحدة، حاجات كتير جدا محدش فاهمها. بس وانا بكلمه حسيت ان شكله غريب جدا، يعني كان باصص في السقف كده وانا مش فاهم هو مركز معايا ولا مش سامعني ولا ايه. فجيت بزقه من كتفه كده عشان يركز معايا، لقيت جسمه زي التلج. انا في المره دي بعد ما مشيت قررت اني مش عايز اعرفه تاني. وفي يوم كنت رايح الجامعه والمفروض هقابل هشام، ولكن هو ما جاش. فانا قلقت فرحت له البيت بعد ما خلصت، بس لقيته في حاله صعبه جدا. ولما حاولت افهم منه قال لي كلام رعبني. قال لي انه حلم بمحمود بيخنق ابراهيم، وفضل يخنق فيه لحد ما ابراهيم مات. انا طبعا بعد ما سمعت قلت له يا عم ده حلم، في ايه؟ استعيذ بربنا كده، انت شكلك اعصابك تعبانه. طبعا انا بقول له كده وانا من جوايا بترعش من الخوف، لاني كنت حاسس ان الموضوع ممكن يكون حقيقي. فرحت مسلم عليه ومشيت. وانا في الطريق فكرت اروح لمحمود، بس كانت الدنيا ضلمت خلاص فخفت جدا، بس في نفس الوقت كنت عايز اعرف حقيقته. فرحت واخد القرار وركبت المواصلات ورحت على بيته. لما وصلت عند باب العمارة حسيت إن قلبي هيتخلع، لأن كل شوية كنت بفتكر الحلم بتاع هشام وأفضل أفكر فيه. ففضلت واقف كده أبص يمين شمال وأنا محتار، لحد ما لقيت فجأة حد بيحط إيده على كتفي. كنت متأكد إنه محمود، بس لما لفيت لقيت راجل كبير في السن كده وكان معاه مناديل بيبيعها.
بوظ لي اعصابي لدرجه اني غيرت رايي ومشيت على طول من المكان. قررت ان انا اشوف حل للموضوع ده، فرحت رايح على واحد من الشيوخ اللي انا اعرفه، وكنت دايما اي حاجه انا شاكك فيها او اي استشاره دينيه كنت على طول بروح له، وبصراحه ولا مره خذلني، ودايما كانت نصايحه بتبقى صح. المهم رحت له وحكيت له على محمود والتصرفات الغريبه دي وابراهيم اللي اختفى، وسالته هو ممكن الجن يخطف حد؟ اي شيخ عنده خبره هتلاقي الردود بتاعته منطقيه، يعني مش هيقول لك ده جن وعفاريت والكلام ده ويقعد يرعبك بزياده، بالعكس الرد بتاعه هيكون منطقي جدا، واللي هيقوله لك مزيج بين العقيده والواقع. المهم ان الشيخ ده كان مريح جدا نفسيا، فقبل ما يرد سكت شويه كده وكان ماسك سبحه وعمال يسبح بيها وبيستغفر ربنا، وبعدين راح قال لي بصوت هادي كده: قبل ما نقول جن وعفاريت او نقول سحر لازم نفهم ان موضوع ان الجن يخطف انسان، يخطفه بجسمه كده يعني ويوديه مكان تاني، ده كلام تخاريف ومش هتشوفه غير في الافلام والتلفزيون. لكن اللي بيحصل في الحاله دي هو ان ممكن الجن يستحوذ على روح انسان. فمحمود صاحبك ده ومن كلامك عنه يعني هو شاب وحيد مقطوع من شجر زي ما انت بتقول، والوحده هي اول باب الشيطان بيدخل لك منه. كمان الشقه اللي هو فيها من الوصف يعني بتاعك اللي انت بتقوله قديمه وكئيبه، غالبا هي بتكون مأوى الأرواح مش طيبة. ولما دخلها محمود وهو في حالته النفسية الضعيفة دي وإيمانه القليل، وكمان بدأ يعزل نفسه عن الحياة، فهو بكده سمح لهم إنهم يسيطروا عليه ويسكنوا جسمه. طبعا أنا عمال أسمع وكان نفسي يقول لي كلام غير ده. المهم قعد يكمل ويقول: القوة بقى الغير طبيعية اللي حلت عليه دي بتحصل لما الجن بيلبسه ويسيطر على أعصابه، وممكن تبقى قوته دي بتعدي قوة أي بني آدم عادي، ده غير إن شخصيته بتتحول تماما زي ما أنت قلت، لأن وقتها مش بيكون هو صاحبك اللي انت عارفه، هو بيكون عبارة عن جن متصور في صورة إنسان. موضوع بقى سجادة الصلاة المقلوبة دي طبعا مش صلاة خالص، بالعكس ده نوع من الإهانة، ودي طقوس بيعملها الشخص الملبوس وهو بيعملها عشان يرضي الجن اللي مسيطر عليه. وآخر حاجة بقى موضوع إبراهيم اللي اختفى ده، هو أكيد طبعا ما اختفاش ولا حاجة، هو أكيد موجود، بس هيكون موجود وهو في حالة غياب كامل عن الوعي، وممكن يكون اتلبس هو كمان. بعد الكلام ده أعصابي باظت على الآخر، وسألته قلت له طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ راح بص في الأرض كده بصة مقلقة، وراح قايل لي: نصيحتي ليك محمود صاحبك ده في خطر، والشقة دي لازم يبقى فيها ذكر الله، بس طبعا مش هتعرف تعمل ده لوحدك، لأن ممكن ببساطة ما يسمحولكش تعمل كده، لأن اللي في الشقة ده مش محمود اللي أنت تعرفه، ده جن مسيطر على روحه وبيعمل اللي هو عايزه. أنا طبعا بعد الكلام ده حسيت بنهاية العالم، فطلبت من الشيخ إنه يساعدني، وفعلا وافق، وراح لابس هدوم عادية كده عشان ما يبانش يعني إن هو راجل دين، ورحنا طالعين على بيت محمود. بس شفت حاجة غريبة جدا، البنت الصغيرة اللي كانت بتقف في الكشك اللي هو تحت العمارة، واقف مكانها شاب كبير في السن، والغريبة إن هو نفس شكلها بالظبط. المهم رحنا داخلين العمارة، وأنا طالع على السلم قعدت أحكي للشيخ عن البنت دي، بس مرضيش يرد عليا خالص، وتقريبا كده ما كانش عايز يرد. المهم وصلنا عند باب الشقة وراح مشاور لي إن خبطت على الباب وأنا إيدي بتترعش بطريقة غير عادية، وفي نفس الوقت الشيخ واقف ورايا وعمال يقرأ قرآن بصوت واطي جدا كأنه بيوشوش. وفجأة محمود فتح الباب وقعد يبص لنا باستغراب، ولقيته راح سألني بطريقة حادة كده ما فيهاش أي صحوبية خالص: مين ده؟ فقلت له وأنا صوتي بيترعش، قلت له ده عم سيد قريبي، وأنا كنت جاي أطمن عليك فقابلته بالصدفة في الشارع. فضلنا ساكتين كلنا، محمود عمال يبص للشيخ بنظرات كلها شر وغيظ، والشيخ باصص له بمنتهى الهدوء والتركيز. وشوية كده والشيخ راح داخل من نفسه، وهو بيدخل كان محمود بيرجع لورا كأنه خايف إنه يلمسه. لما دخل الشيخ وبص على السجادة راح باصص لمحمود كده وقال له: انت ليه حاطط السجادة دي كده؟ فمحمود رد عليه، بس كان صوته مش طبيعي خالص، بيقلب كل شوية وسط الكلام، وقال له: انت مالك؟ الشيخ فجأة وبدون مقدمات راح قايل بصوت عالي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلقيت محمود راح واقع على الأرض، بس كان شكل جسمه غريب جدا، يعني كانت راسه لامسة الأرض وظهره متني كده بطريقة صعبة إن أي بني آدم يتحملها، كأن عموده الفقري معوج. الشيخ فضل يقرأ القرآن لحد ما محمود صرخ صرخة هزت حيطان الشقة، وأنا حسيت إني دايخ ومش قادر أقف على رجلي. حاولت أهرب من المكان لكن ما عرفتش، كأني مشلول بالظبط. محمود بقى وهو بيصرخ كان صوته عامل زي مجموعة أصوات في بعضيها، بس أصوات مرعبة جدا. بدأ الشيخ يزود في القراية ومحمود يتشنج، كان بيتشنج بطريقة غريبة، يعني كان بيرفع جسمه من على الأرض وراسه بس هي اللي بتبقى شايلة الجسم كله، ورجله كانت بترفص زي الخروف المذبوح. الشيخ قرب منه ومسكه من راسه جامد قوي وقعد يقول:
اخرج يا عدو الله، اخرج بعهد الله وميثاقه. وفي لحظة كده النور اللي في الشقة كله طفى، وسمعنا تخبيط غير عادي في المكان وصوت ناس بتصرخ. فجأة محمود بقه اتفتح على الآخر، فتح بشكل غريب، خرج منه ريحة أول مرة أشمها في حياتي. فجأة بدأت ملامحه تتغير، هو نفس شكله بس تحس إن وشه كرمش على الآخر، وراح مطلع صرخة عالية جدا وبعدها وقع على الأرض من غير أي حركة. الجو هدي خالص بعدها ومحمود بدأ يفوق. كان شكله زي ما عرفته أول مرة، بس عينه كانت مدمعة على الآخر وكأن حد مسكه واداله علقة جامدة. المهم الشيخ بصلنا كده وقال لنا الحمد لله إن ربنا نجاكم، بس الشقة دي لازم تسيبوها وبسرعة لأن فيها روح مش طيبة وممكن تحاول تسيطر عليكم تاني. بعد الأحداث دي محمود رجع عند خالته تاني وشال بقى من دماغه خالص فكرة إنه يقعد لوحده. أما إبراهيم فطلع زي ما الشيخ قال بالظبط، كان فاقد الوعي وموجود في مستشفى قريبة من بيتهم. وطبعا كلنا بعد الأحداث دي قعدنا فترة طويلة جدا نشوف كوابيس وأحلام وحشة، ولكن بعد وقت بسيط كل حاجة رجعت زي الأول. طبعا أنت لما بتسمع القصة دي بتقول تأليف، لكن عايز أقول لك إن اللي حكى لي القصة دي وبالتحديد الجزء اللي كان فيه الشيخ بيطرد الجن اللي كان لابس محمود، القصة دي ما فيهاش أي تحريف خالص أو أي تأليف من عندي، ودي فعلا الطقوس اللي بتتعمل عشان تطرد الجن اللي بيسكن جسم بني آدم. فعشان كده بقول لك خد بالك كويس قوي من الناس اللي عايشة حواليك، وأي تغير في التصرفات أو السلوك لأي حد بتتعامل معاه اعرف إنها حاجة مش طبيعية، ونصيحة ابعد عنه على قد ما تقدر.